بصراحة كده الواحد من امبارح هو مش عايز يطلع يتكلم في الموضوع بتاع مستوى لعيبة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي ومدرب النادي الأهلي. بس يا جماعة أقسم بالله يعني اللي بيفهم كورة وشايف المستوى البذيء والقذر اللي بيقدموه اللعيبة هيعرف إن الموسم ده حلال فينا ناخد بطولة، يعني حرام إن إحنا ناخد بطولة، قصدي حلال إن إحنا نهبط مع الإسماعيلي درجة 10 بسبب الأداء والتوليفة وعدم الانسجام اللي ما بين اللعيبة. اللي بيفهم كورة هيقول لك المدرب ذنبه ايه. انا واحد من الناس كنت بقول المدرب، بس لما اشوف مجموعة لعيبة الاجمد في افريقيا بيعملوا ميس باص اكتر ما بيستحموا، فدي كارثة. انت امبارح في الماتش بتفقد الكرة بطريقة غريبة. ده ذنب مين؟ ده ذنب الناس اللي انت خليت عنها. ذنب ان انت رحت جبت مدرب زي ريفيرو، قام عامل لك مصفى صفى لك كل اللعيبه اللي كانت ممكن تعمل معاك الاداء الفردي وتكسبك ماتشات ببطولات، مشيتهم. هنقول علي معلول وقفشه وعمرو السوليه، ومش عايزين نكتر في الكلام ونقول اسامي كتير، لان خلاص الناس بقت عارفه. الناس بقت عارفه احنا بنخسر بسبب ايه. فالناس من امبارح ماسكه لي في حته المدرب. طب يا جدعان، هو المدرب هينزل الملعب يعرف اللعيبه ازاي تستلم وتسلم صح، ازاي تجري ما بين الخطوط، ازاي تعمل سبرنت على الكوره، ازاي تتحرك صح في الصندوق. هو المدرب عايزينه يعمل ايه؟ ما هو المدرب ده بيحط خطه ويعني بيدي تعليمات وهو واقف على الخط، بس هل اللعيبه بتعمل بيها؟ زي واحد زي مصطفى شوبير، كل الناس عشان تألق ماتش ولا ماتشين ولا موسم مصطفى شوبير يلعب اساسي يلعب اساسي. امبارح مصطفى شوبير كان سبب في جونين، في جونين يا جدعان. الجون المفروض كان يطلع، يعني هو طلع على فيستون مايلي يشيل الكرة قام خايف وراجع تاني، ادى الاريحيه لفيستون مايلي ان الحارس المرمى ما ضغطش عليه او حاطط الجون اتشيب من فوقيه. الجون التاني الكرة في ايديه. ده غير بقى المساكين. ما احنا اصل احنا كنا بنطلع نظلم رامي ربيعه وبنقول ده تعبان. اديكوا شفتوا رامي ربيعه لما كان لما كان كان بيكون جنب ياسر ابراهيم كان بيبقى عامل ازاي. فالناس اللي طلعت تتكلم تقول لك يعني اصل محمود الخطيب، اصل صلاح حفيظ، اصل المدير الفني، اصل هي الناس دي ما بتفهمش كوره. الناس ما بتفرجش. انت من بعد ماتش سان داونز بتاع كولر وانت حالتك سيئه، ما بتقدمش كوره. يعني افتكر ان انت بقالك مثلا في الموسم كله لعبت ماتش او ماتشين صح وخلاص. فمين اللي يتحمل الكلام ده كله؟ اللعيبه. اللعيبه. ما تجيش تقولي الاداره، يا عم الاداره ماشي، الاداره موفره لك كل حاجه. الإدارة موفّرة لك كل حاجة فنيًا وإداريًا وفلوس ووعود ووعود رعاية وعقود إعلانات فأنت عايز إيه تاني عشان تلعب؟ لمّا نشوف واحد زي إليوت ديانج النهارده المفروض بيلعب 6 والّا 8 والّا ده إيه ده أصلًا؟ أنا مش فاهم إيه مركزه في النادي. لمّا نشوف النهارده أشرف بن شرقي أول ما لعب على الكو على يم على على ش على يمينه والكورة جات على يمينه عمل لك صنع هدف. أنت المفروض تلعب بقى كده. المفروض بقى إيه؟ أنت خلاص أنت صفّيت الفرقة من قائد الفريق، من الروح القتاليه اللي عند اللعيبه اللي كان عندهم خبره وبقالهم 3 4 سنين في النادي. الناس اللي كانت حاطه برضه امام عاشور وزيزو بلاي ميكر، الناس دي ما بتلعبش بلاي ميكر، عمرها ما لعبت بلاي ميكر. انت النادي الاهلي دلوقتي بعد قفشه ما خرج ما فيهوش بلاي ميكر، ما فيهوش صانع العاب يا عم. فانت بتتكلم في ايه؟ ده احنا ما فيش. فالناس اللي زعلانه بتقول لك اصل بيراميدز كسبت. طب ما تكسب. طب ما هم لعبوا الجيم حلو، عرفوا يستغلوا اخطائك، عرفوا يلعبوا على التحولات، عرفوا يغفلوا خط دفاعك وخط النص والمهاجمين اللي مش موجودين. وبرضه في حاجه تانية، اصل اللعيبه بتلعب الرجاله يا عم. انا مالي انا يا عم، شغل الفحوله والرجوله يا عم. وانا عندي ضعف انتصاب يا عم، مش عارف اخلف، مش راجل. طب ما نجيب ستات بقى تلعب وخلاص. ما دام كل واحد يعني هيخش يقطع له هيعمل تاكلينج ولا يقطع كوره نقعد نقول راجل ورجوله والكلام ده. احنا عايزين حد الناس لعيبه بتفهم فنيات بتفهم كوره. انت يا جدعان بتفكروا غلط.